في الحقيقة أنا أول مرة غادي ندير هذا الفيديو باش نهضر على هاد الوضيع الذي أورد نفسه المهالك. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء أن يرد به إلى دينه ردا جميلا، وأن يرده إلى الدين والإسلام والإيمان ردا جميلا سليما. لما ظهر الانحراف من العشاب الفيد ورد عليه العلماء وطلبة العلم، جلسوا له وبينوا عواره وكشفوا جهله وشوهوه على رؤوس الأشهاد، بمعنى أن الفيد أو البيت لا يقدم شيئا. وظهر أمام الناس المنصفين الناس ممن العقل اللي ما عندهمش خلفيات وما عندهمش سوابق تجاه الإسلام، تجاه القرآن، تجاه السنة، تجاه المسلمين. هؤلاء طبلوا وزمروا وجعلوا الفائد بدون فائدة، جعلوه فاتحا عظيما، وجعلوه مفكرا نحريرا، وجعلوا منه كاشف الحقائق وما تلقى شي تعليقات. الناس بشكل لا هم في العير ولا في النفير، يمدحون. من يمدحك الفارغون. غادي نتكلم على نفسي وغادي نقول أنه تعرفت عليه وعمري 17 سنة أو 18 أظن، من 96 97 98 في هذه السنوات. منين كان باقي الفيديو والكاسيت ديال الفيديو، وكتشوف داكشي بيض وكحل. أول مرة غنسنت ليه واحد التسجيل في الكاسيطات الفيديو، وأقسم بالله الذي لا إله غيره. هذا المهم هكذا، داكشي من الله عز وجل. لما استمعت إليه ما قتته نفسي وما ارتحت إليه أبدا، ولا سيما عندما رأيت الرجل له جرأة عجيبة في الاستدلال بالأحاديث والآيات على الخضر والأعشاب والخلطات، واللي العشبة اللي جا ما يجيب لها آية ودخلها في حديث، وعنده داك الشيء على لسانه لا يراعي في النصوص الشرعية لا صحة ولا فهما. أتبين لي زعما داك الشيء آية حديث العطرية، الحديث الخميرة، حديث السكينجبير، الحديث البخودنجان آية، وغادي كي جاني داك الشيء أنا أجيب هكا ويكسد لم أرتاح له. ومنذ ذلك أنا ما كنت آخذ من خلطاته ولا وصفاته ولا أفكار، لم آخذ منه شيئا ولم كنت أهتم به إطلاقا. كان معي واحد الصديق ساكن واقف واحد الجامع وكيقول لي اكل هذا راه مفيد للصحه، راه مثلا دواء فيه الفيتامين. نقول ليه المفيد للصحه؟ كل. قلت لي بغيتي تاكل وعلى الرضا، هذا هو المفيد للصحه، وكل قيس، هذا هو المفيد للصحه. رأيت أيها الفائد أين وصلت؟ هذا الذي كنا نخشاه ونحذرك منه أشد التحذير، ونقول لك أنت الآن في ساعة من أمرك ومحترم. المغاربة يحترمون من انتسب إلى الدين وتكلم بالدين ومال إلى الدين وقال بهذا الدين العظيم. المغاربة هكذا. الإمام مالك رحمه الله لما جاء أهل المدينة تلامذه إلى المغرب أحبوهم المغاربة، وجعلوا الإمام مالك مذهبا لهم بمحبة أهل المدينة، ومن يأتي من المدينة بمحبتهم للمدينة من أجل محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك المغاربة الآن أهل العلم والخير والفقه، وانظر الفقهاء في المساجد الآن كل الناس يعظمونهم يحترمونهم، لا في البيع ولا في الشراء ولا في الكلام، ولا مشرفون معظمون بفضل الله تبارك وتعالى. لما يعظمونهم المغاربة؟ لأنهم حاملون لكتاب الله، لأنهم حفظة القرآن الكريم، حفظة كتاب الله. هذا هو الجميل في المغاربة. ولهذا الفايد لما كان على هذا الحال يتكلم في الدين كما قال الأخ بارك الله فيه، أنه يتكلم بالآية والأحاديث، وكل آية لها حديث، وكل عشبة يتكلم بالآية والأحاديث ويستدل، مع أنه لا يعرف استدلال لا للآية ولا للحديث.
هو الحديث ينكره، فكيف يستدل به؟ هو يقول لك لا حديث يقول بأن هل القرآن ناقص حتى نكمله بالسنة، هذا منكر. يقول القرآن يكفي عن غيره ولا شيء مع القرآن، عندنا القرآن وحده نتكلم به، نتعبد به، نشرع به، نقول به، نفسر به، كل ذلك في القرآن وحده. يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا وجود له. كل الأحاديث التي جاءت عن النبي فهي خردة للكهنوت وتراث لا يعمل به ولا يقبل ولا قيمة له. يقول بأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة لا يعتد به ولا قيمة له ولا وجود له، هذا عند فاي. إذن كيف يستدل بالأحاديث على عشوبه وعلى ما يدعيه من معرفة هذا الميدان وهذا الطب الذي هو فيه مخبول مغرور؟ لأن ما قاله في الشريعة وأنه حافظ لكتاب الله ولا حفظ، وأنه يفسر كتاب الله ولا تفسير، وأنه يستدل بالحديث وهو يبطل ويقول لا حديث. إذن هذه الهراءات والأكاذيب والأباطيل التي هنا تنطبق على ما يقوله في أمور أخرى في العشوب والبيطرة ولا غير ذلك، لأن هذه قرينة عجيبة. القرائن تعطي أحيانا الحجج دامغا مقنعة. هذه القرينة بأنه ما يقوله في الشريعة كذب وزور وبهتان وادعاء، كذلك في العشوب. إذا الآن الفائد تصبح لا عشوب ولا شريعة ولا، بعدما كان في القديم أنه محترم من ناحية الدين كنا نفتح له المساجد، يأتي إلى مدينتنا. أنا جاء إلى مدينتي ورحبنا به وفتحنا له المساجد، وكان يتكلم على ما فيه من الضعف والنقص وما فيه من البهلوان والكلام الذي لا وزن له ولا قيمة له. كنا نقول لعله إن شاء الله سيتحسن حاله ويعود إن شاء الله يتكلم بالسنة الصحيحة ويتكلم بالقرآن عن العلماء، فإذا به انقلب رأسا على العقب وعاد يطعن في القرآن ويطعن في السنة. آية القرآن يقلبها ويغيرها ويخلطها، والسنة يبطلها. ولكن الآن انظر أين أصبح. هذا الأخ يقول عرفته منذ 17 سنة وكنت صغيرا، ولما عرفته منذ ذلك الحين وأنا أعرف أن هذا الفيل ليس على شيء، وإنما هو دجال يهرف بما لا يعرف. نعم، كل الناس كل العقلاء. أنا أسجل هذا من أجل أبين للأفاضل أن هذا الإنسان ضاع في عقله وفي فكره، ولا يقبل كلامه لا في شرع الله ولا في غيره. أنا حتى في العشوب كلامه لا يقبل. لماذا؟ بهذه القرينة التي استدلت بها. لأن الإنسان لما تجده يكذب ويقول بالمناكر، إذن هذا الكذب الذي يظهر عليه هنا يظهر عليه هناك. إذن المسألة واضحة. ولهذا أنا أقول لبعض الغافلين الذين يستمعون إلى الفيض ويقولون الفيض ابتعدوا عنه، فإنه قد فضحه الله وظهر في فضيحة مدوية. انظر أين كان وأين أصبح، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو شؤمه وحال من يعتدي على العلم وأهله. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهذا الإنسان كما تعلمون أنه عاد أولياء الله الذين هم العلماء، طعن في كبار، بل طعن في الصحابة، طعن في الصحابة. قال الصحابة لولا الفقر ما جاهدوا. طعن. وقال المهدي المنجرة قيامه أفضل من الصحابة. وقال بما الصحابة أفضل مني، يقول عن نفسه هو أفضل من الصحابة، قل بما الصحابة أفضل مني، هكذا يقول. ثم طعن في المذاهب الأربع والعلماء وقال مجرمون، هكذا بهذا الله، نسأل الله العافية. قال في أهل العلم وأهل الفضل مجرمون، وأهل العلم قال الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإمام الشافعي الأصول النحرير المذهب الكبير الذي كان للناس كالشمس للدنيا وكان للناس كالعافية للبدن كما قال أحمد رحمه الله. قال الشافعي رحمه الله في تفسير هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال إن لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله من ولي. انظر للاستنباط والفقه، بل هذا مؤسس أصول الفقه الشافعي رحمه الله، هكذا بدون نزاع معروف المسألة. يقول في هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله من ولي. انظروا التبصير والفهم للدين. إذن هذا
طعن في أولياء الله وشتمهم وقال فيهم بالمناكر. الله العافية. شيخ الإسلام يقول رأس الأفعى، الألباني وغيره يقول الدواب، هنا عندنا يقول بقر وجدة، وما يقول في الدار البيضاء أكابرهم أكابر الصحارى، ويقول في طنجة كلام خطير، نسأل الله سلامة العافية من كل شر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن لا تستغربون أنه أصبح في هذا التشويه وفي هذه الفضائح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا من الهادين المهتدين. وأخيرا أيها الأفاضل، لا تغفلوا الصلاة والتسليم على نبينا المختار، إذ هو القائل صلى الله عليه وسلم: هي تجارتنا بفضل الله، تجارتنا المربحة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هيا أيها الأفاضل وأكثروا منها، إذ يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم وفقنا لذلك يا ذا الجلال والإكرام.